السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل أن نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو. نشر الصحفي مجيد بوتمين على صفحته الرسمية على الفيسبوك مغالطات جديدة انتشرت في الأيام القليلة الماضية معلومات مغلوطة ومضللة مفادها أن المدرب الوطني السابق جمال بالماضي قد ذهب إلى الفيفا وقدم شكوى ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الحصول على أمواله التي ينص عليها عقده مع الفيفا الذي ستنتهي في ديسمبر 2026. غير أن الحقيقة وحسب مصادري التي لا يرقى إليها الشك هي أن المدرب جمال بالماضي لم يتجه إلى الفيفا ولم يقم بأي خطوة حتى الآن. لذلك على هواة نشر الأخبار الكاذبة التوقف، وعليكم أن تستحوا من أنفسكم. لقد شوهتم مهنة الصحافة الرياضية. شاركوني رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.